عم شريف. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ خالد؟ الحمد لله كويس، ايه الاخبار؟ نحمده ونشكره يا ابني. ايه على فين العزل؟ مفيش، انا قلت انزل امشي رجلي شويه. يعني ما وراكش حاجه مهمه تعملها؟ صايع. طب تعالى اقعد شويه. حس كده بقى، عندك شاي؟ ولو مش موجود يحضر لك. حبيبي يا عم شريف. وادي قاعده، وادي الشاي المظبوط للناس المظبوطه. تسلم يا عم شريف. ايه ده؟ يا حول الله يا رب. مين البنت دي يا عم شريف وبتعمل ليه كده؟ دي نسمة. نسمة؟ ايوه يا سيدي نسمة. ابوها شغال في الكويت من وهو عنده 20 سنة. عمل له شوية فلوس يعني حلوين وسافر على بلاد الانجليز. والله ما انا فاكر اسمها، فوسيا، نوسيا، روسيا. ايوه راح على روسيا دي. وبعدين؟ واتجوز جميل الجميلات بقى من هناك وجابها البلد هنا وخلاها تأسلم. وخلفوا نسمة اللي انت شايفها قدامك دي. وفي يوم من الايام كانوا نايمين وانبوبة الغاز كانت منفسة، ماتوا هما الاتنين ونسمة بقت وحيدة. الله يرحمه. ونسمة دي اتولدت كده؟ لا، دي نسمة دي حكايتها حكاية، اللي يسمع قصتها ما يصدقهاش ولا تحسها من افلام السيما. ايه اللي حصل؟ بيقول لك نسمة دي في مرة كانت خارجة الشارع في وسط النهار زي دلوقتي، كانت ماشية مرة واحدة اتبخرت. بعديها بيومين لقيتها في نفس الشارع اللي كان فيه الحادثة، وكانت عينيها أسود من الضلمة، كحل. طب ليه ما فكروش يعالجوها؟ مين قال كده؟ دول عرضوها على جميع أنحاء الدكاترة اللي في العالم، مفيش دكتور واحد عرف يشخص حالتها. دكتور يقول عليها مجنونة، دكتور يقول عليها ناقصة هرمونات، حاجات كده كتير. استخدموا عليها جلسات الكهرباء وفي دكاترة تانية عزلوها في أوضتها لمدة شهور، لدرجة يا شيخ إنها كانت بتعمل لا مؤاخذة على نفسها، وبرضه مفيش فايدة. كمل يا عم شريف، سكت ليه؟ عم شريف، أستاذ خالد، أنت حصل لك إيه؟